يا هلا ومرحبا فيكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بخير. بسوي معاكم اليوم شوربة دياي مع الذرة. عادة شوربة الدياي مع الذرة بس هالمكونين اللي قالوا دياي مع ذرة هذه اللي متعودين عليها، اللي يقولوا لها شوربة قيصر اللي بالكريمة. المرة راح ندخل معاها الجزر ومع الفلفل الأخضر. وعندي هني ظرف شوربة البصل، أنا راح أحطهم بهذا الماي هني ونبتدي نخلط. الماي ما يكون حار، يكون فاتر. واللي ما عندها شوربة البصل هذا الظرف في بديل، نحط 3 قفاش طحين مع هذه الشوربة، ولازم مكعب المرق. طبعا أي شوربة نبي نحط معاها الكريمة لازم نستخدم الزبدة علق لساني الزبدة. وفي بدائل يعني اللي ما عندها كريمة تقدرون تحطون شوية من القشطة، هذا القيمر تخلطونه مع شوي ماي وتصبونه آخر شيء. حطيت الزبدة أول شيء وبعدين راح أحط البصل معاها الأبيض. شوقر البصل على طول أحط الثوم، وعندي هني الفلفل البارد. الحين أنزل الدياي اللي أنا سلقته، أحط البهار الأبيض، الفلفل الأسود، وهذا الجزر نزلناه. شوربة البصل الحين راح أصبها عليهم، وراح أزيد ماي. الشوربة وتطبخ، إذا حسيتوا تبي ماي تحطون لها، يعني أنتوا تتحكمون بالثقل. الحين راح أنزل الذرة عليهم. هذا الأثناء راح نصب كريمة الطبخ. يا سلام، وهذه شوربتنا صارت جاهزة. شوفوها، شوربة الدياي مع الخضار. تقدرون تزينونها عاد إذا تحبون تحطون كريمة كذي على الوجه، أو شوية بقدونس، يعني حسب ذوقكم. علينا وعليكم بالعافية.